مرحبا، كيفكم؟ بتمنى كلكم تكونوا بخير. اليوم رح نحضر مع بعض معكرونة بالوايت صوص بطريقة سهلة وسريعة وكتير زاكية. أول إشي رح أبلش معكم بالمكونات. رح نحتاج لدجاج، لحليب، ولطحين، ولزيت الزيتون، ولبهارات، ولملح. طبعا البهارات اللي استخدمت الفلفل الأسود، استخدمت الكمون، استخدمت بابريكا، واستخدمت بهار الدجاج، واستخدمت الماجي. جميع المكونات بالمقادير حط لكم إياهم بصندوق الوصف. عملت لكم المعكرونة على 4 خطوات عشان تكون هيك سلسة وسهلة لكم، وخصوصا للمبتدئين. بالخطوة الأولى رح نبلش بالوايت صوص. رح نحتاج لزيت، ورح نحتاج لطحين. رح نحركهم مع بعض لحد ما أبطل هيك أشم ريحة للطحين. بنضيف عليهم الحليب على مرحلتين. بنضيف بالمرحلة الأولى كمية قليلة من الحليب، وبنحركهم مع بعض لحد ما يمتص عندي الطحين كل كمية الحليب. بعدها بنضيف عليهم بالمرحلة الثانية من الحليب الكمية كلها من الحليب. بنحركهم مع بعض كتير منيح لحد ما يصير عندي الخليط هيك متسبك وتقيل شوي. بضيف عليهم البهارات، وبضيف عليهم ماجي وملح. بعدها رح نعمل الخطوة الثانية واللي هي سلق المعكرونة. رح نحتاج لزيت زيتون، وأنا هون استخدمت الزيت عشان عندي المعكرونة ما تلزق ببعضها. رح نضيف عليهم مية مغلية، ورح نضيف المعكرونة. طبعا أنا المعكرونة بخليها تغلى على الغاز حسب المدة المكتوبة على العبوة. يعني إذا المدة المكتوبة على العبوة 4 دقايق، بس أنا بضيف عليها دقيقة مني عشان هيك تكون مستوية كثير منيح. بنضيف عليها كمان دقيقة فبصيروا 5 دقايق. بعدها عندي الخطوة الثالثة واللي هي أسوي الدجاج. زي ما انتم شايفين بضيف زيت زيتون وبضيف عليه الدجاج، بحركهم كتير منيح. بضيف عليهم البهارات والملح، وبتركهم هيك يتستووا على الغاز. هلأ عندي الخطوة الرابعة اللي هي صفيت فيها المعكرونة من المية تاعت السلق، وبضيفها على الوايت صوص، وبتركهم ياخدوا غلوة مع بعض عشان عندي كل النكهات تاعت الوايت صوص تتعمق في جوا المعكرونة. بعد ما تتسبك عندي المعكرونة بالوايت صوص بضيف عليها جبنة. أنا هون استخدمت جبنة الموزاريلا. انتوا بتقدروا تستخدموا أي نوع من الجبن، ولكن يفضل إنه يكون هيك من النوع الجبن اللي بيعمل عندي بطة عشان يكون عندنا القوام بهذا الشكل. شوفوا عندي قوام المعكرونة بعد ما ضفت إلها الجبنة. وبس بدنا نخليهم ياخدوا غلوة مع بعض شوي، وبنطفي عليهم الغاز. بنحط المعكرونة بصحن التقديم
بنزينها بالدجاج وبالجبنة وبالإكليل الجبل. وبس هاي وصفتنا لليوم. إذا عجبتكم يا ريت تخبروني بالتعليقات، وخبروني كمان شو بتحبوا نعمل بالفيديوهات الجاية، وألف صحة وعافية على قلوبكم. سلام.